بصبح على حضراتكم من جديد وبنبدأ جولة الأخبار. ومن أخبار اليوم، محافظ البنك المركزي يعلن الحرب على السوق السوداء للدولار. وبنبدأ دايما بنص كلمة للأستاذ الكبير أحمد رجب. إذا استثنينا حزب الوفد العريق، فهل يشعر مصر واحد إذا اختفى هذا الطابور الطويل من الأحزاب إنها تمثل هيئات سياسية ذات نوايا وطنية طيبة، لكنها أخفقت في الوصول إلى جوف الشارع المصري. ولقد مررنا بتجربة حكومة الإخوان الضعيفة المتخبطة التي تثير السخرية، فلم تقوى الأحزاب في التغلب حتى على هذه الحكومة. ولهذا انفرد الإخوان بالحكم دون معارضة قوية، ولولا أن بطلا شعبيا انبرى يعترض وينذر ويتخذ القرار متجاوبا مع إرادة الشعب، لظل هذا الحكم الكاريكاتيري قائما. يعني ظهر بطل في حجم ومستوى الأحداث، وليس من المنطقة أن يتركنا هذا البطل في وقت تحتاج مصر ومشاكلها إلى قيادة غير عادية تحمي وتدعم وتقيم البناء. أمريكا تحذر من حرب أهلية في جنوب السودان. دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما جنوب السودان الذي يشهد معارك طاحنة بين الجيش الموالي للرئيس سيلفا كير ومقاتلين يقال أنهم موالون لنائب الرئيس السابق رياك مشار إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة حكومة الدولة الناشئة التي تقترب من الحرب الأهلية. شبكة أمريكية: تسريبات الجزيرة زادت من شعبية السيسي. أكدت شبكة ABC نيوز الإخبارية الأمريكية أن التسريبات الصوتية الأخيرة الهادفة إلى الإساءة إلى النائب الأول رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي زادت من شعبيته بين أغلب المصريين، وأظهرته في صورة الجندي الملتزم المتواضع الواقعي المتدين القريب من الناس من منظورهم. وقالت الشبكة في سياق التعليق لها أمس على موقعها الإلكتروني إنه رغم مما يبدو من ظاهر التسريبات من قبل معارضي السيسي إنها تتسبب في إحراجه أو تشويه صورته، لأنها على العكس من ذلك تماما ساهمت في تعميق صورته القوية لدى قطاع عريض من المصريين. بننتقل لصفحة تحقيقات في أخبار اليوم أيضا. وتأمين الاستفتاء ضد خوف الناخبين وتزوير النتائج. المطلوب تهدئة سياسية وضمانات للناخبين ورقابة محلية ودولية وإشراف قضائي كامل. رجال الأمن: خطة حماية الناخبين جاهزة بفضل الجيش والشرطة. القانونيون: الفرز داخل اللجان الفرعية حتى لا يتم الطعن عليه. السياسيون: تنقية الكشوف من أسماء المتوفين. الحقوقيون: الحماية الشعبية أكبر رقيب وحارس للصناديق. من الصفحة الرابعة: القبض على 85 إخوانيا شاركوا بمسيرات في عدة محافظات. ضبط 3 بحوزتهم بندقيتان إحداهما آلية في اشتباكات الألف مسكن. أول مشروع مصري للاستفادة من قش الأرز في الصناعة. استطاع دكتور عبد المنعم عبد الله ناصر رئيس بحوثي بمعهد بحوث الأمراض والمياه والبنية ابتكار أسلوب جديد بفصل مكونات قش الأرز وغيره من المخلفات الزراعية إلى مواد ذات قيمة اقتصادية عالية تدر على الدولة مليارات الجنيهات، بدلا من إنفاق الدولة مئات الآلاف من الجنيهات للتخلص من قش الأرز. يعني ده خطوة جميلة جدا، لأن احنا بقالنا سنين وسنين بنتكلم عن السحابة السوداء والتخلص. احنا عندنا يعني ثروة بالملايين إذا نظرنا وقارنا نفسنا بالدول الأوروبية والدول المتقدمة. بيستخدموا كل تلك المخلفات، بيصنعوا منها روائع وبيخرجوا منها أمور تفيد المواطن وتفيد الميزانية العامة للدولة. نتمنى أن هذا الابتكار وهذا الفكر العلمي يجد طريقه إلى النور من أجل مزيد من الفائدة. نخليها آخر خبر ولا الآن؟ للآن؟ طيب. أيضا من الأخبار المفرحة في صباحة هذا اليوم: الرئيس يكرم المبدعين اليوم. يقوم الرئيس عدلي منصور اليوم بتكريم المبدعين الذين حصلوا على جوائز الدولة، وسيتم تسليمهم الجوائز بمقر رئاسة الجمهورية. كان الرئيس عدلي منصور قد أصدر قرارا جمهوريا
بمنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لكل من الكاتب محفوظ عبد الرحمن والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي ودكتور مصطفى العبادي ودكتور أحمد نوار والمخرج داوود عبد السيد والفنانة محسنة توفيق والشاعر سيد حجاب ودكتورة نهاد صليحة وسعيد سالم ودكتور محمد حافظ دياب ودكتور عاصم الدسوق ودكتور جلال أمين والشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم الفاجومي. الجميل في الأمر يعني الكاتب والمثقف والروائي محفوظ عبد الرحمن من الشخصيات التي تستحق التكريم دوما، واحنا فريق العمل مشكورا جهز جزء من لقاء كانت اجرته قناه الدلتا قديما مع هذا الرجل العظيم. نتابع جزء من هذا اللقاء ونكمل بعده ان شاء الله. يعني انا ما احبش افرض على نفسي حاجه مش عايزها. نعم. دي الصوره اللي موجوده دلوقتي. الصوره الموجوده دي ده حفيدي، اول حفيد ليا، وانا اقول لك تعليق لطيف جدا. احمد زكي اول ما شاف الصوره دي، الفنان احمد زكي، قال لي ممكن تطلع لي صوره على دي ليه؟ فقلت له ليه بالظبط؟ قلت له ليه؟ قلت له حاضر ليه بس؟ قال لي الطفوله اللي فيها. قلت له شفت شكل الطفوله ازاي؟ قال لي لا الطفوله اللي فيك انت مش اللي فيها هو. قال لي لا الطفوله اللي فيك انت مش اللي في فانا الولد عادي لا انت الطفوله اللي فيك. يمكن استاذ محفوظ هذه السيوف هتخليني اسال سؤال كمان. نعم. اما دفعتك هذه السيوف للعوده الى هذه المرحله، مرحلة السيف؟ وهذا الكتاب اللي لمحته دلوقتي عبقرية محمد أيضا دفع هذه المرحلة من التاريخ الإسلامي يمكن في حاجة دائمة إلى أن نبحر فيها. والله ألم تفكر أن تدخل يعني لا دخلت. نعم. طبعا أنا كتبت عدة أعمال يعني، وأعتقد أنه كتبت عدة أعمال فيها قدر من العنف منحها يعني، مع أن أنا مش عنيف على فكرة. نعم. ولكن وسيظل طبعا العودة إلى هذه المراحل وهذه الفترات موجود، وأتمنى أن أنا أرجع قريبا جدا إلى فترة إسلامية يعني. نعم. يمكن حضرتك لفت نظري إلى أمر هام جدا، أن المتلقي ربما لا يطيق أن يرى صورة ثابتة لفترة طويلة، وبالتالي حتى يشاهد جزء من أم كلثوم. المتلقي لا يطيقنا. حتى يرى جزء من أم كلثوم سننتقل نحن إلى مكان آخر تتغير فيه الصورة وتتغير فيه قعدتنا. لو هيتحملونا نعمل أي حاجة.